السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة كده جبنا شوية طماطم حلوين ما شاء الله تبارك الرحمن، احلى طماطم في الشتاء، ونجيبها قبل رمضان عشان نخزنها. رحت السوق يا جماعة، سوق الجمعة عندنا، لقيت الراجل بينده بيقول يا خيبتك يا اللي اتسوقتي بدري، يا خيبتك اللي اتسوقتي بدري. ليه يا ولاد؟ في ايه؟ قولوا لي في ايه. قالوا الطماطم ال4 كيلو ب10 جنيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتم شايفين هي مش حمر قوي بس جميلة وما شاء الله تبارك الرحمن عليها. جبنا طبعا ال8 كيلو بال20 جنيه، بلاش يا بلاش يا بلاش. وغسلناها طبعا كويس جدا جدا، وحطيناها بقى تتسلق كده في الحلة، تاخد يا دوبك كده غلوتين كده في الحلة. وتعالوا نقول لكم بقى بعد كده هنعمل فيها ايه. طبعا يا جماعه انا خلاطي كان بايظ، بس جبت صرفت كده وجبت خلاط عشان نخزن شويه قبل رمضان. طبعا اهو زي ما انتم شايفين ضربنا بقى كده شفشقين طماطم، بس عايزه اقول لكم ان انا كنت خايفه على الخلاط عشان ما يبص مني. وضربنا بقى الطماطم بتاعتنا كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. بس والله الطماطم حمرا، بس مش عارفه بصراحه التليفون ظالم الطماطم خالص. ومجنونه يا قوته، ويا مجنونه يا قوته، ويا مجنونه يا قوته، واحلى طماطم. بصوا يا جماعه ما شاء الله اهيت. انا بقى عايزه اصفيها كده كويس جدا جدا عشان طبعا اطلع كده التفل بقى اللي فيها. طبعا يا جماعه التفل مش هيترمي، هنحطه لاي طيور عندنا. وبعد ما خلاص ضربناها كده على الخلاط كويس وصفيناها، حطيناها كده على البوتاجاز، هتاخد لها كده غلوتين 3 4 10. ما شاء الله اللهم بارك. ب20 جنيه يا جماعه. هنشوف دلوقتي هيعمل لنا كام كيس. عملوا لنا شويه كده محترمين ما شاء الله. وكان عندي بقى يا جماعه كده قرنين فلفل احمر، حطيتهم في قلب الطماطم. بصوا يا جماعه لون الطماطم بقت عامله ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. انا خزنت معاكم الطماطم قبل كده، بس اللي هي الحب ان احنا نحطها سليمه. دي الطريقه التانية لتخزين الطماطم. دي طبعا بتوفر مكان في الفريزر وبتوفر وقت. هنخليها بقى تغلي كده كويس جدا جدا. ما شاء الله اللهم بارك. ب20 جنيه يا جماعة طماطم هيعملوا لنا كام كيس. لو وصلت الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسيش حطك شوشو في اللايك وتعليقكم الجميل. ويلا نشوف بقى هنحط اول مكون ايه. اول مكون يا جماعة حبة ملح كده، معلقة ملح، وهنقلبها كويس. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنقلبها كويس اهوت. حطينا بس عليها كده معلقة ملح. وتعالوا نشوف المكون التاني. ده بقى احلى مكون للطماطم عشان طبعا ما يعملناش اي حموضة ولا حاجة. معلقة سكر، يعني كده حطينا معلقة من السكر ومعلقة من الملح على الطماطم اللي بتتسبك بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتحط ايه تاني يا شوشو؟ هنشوف هنحط تالت مكون ايه، ولو عارفين قبل ما اقول اكتبولي في الكومنتات هنحط تالت مكون ايه على الصلصة بتاعتنا. هنحط كده معلقتين من الزيت. بسم الله بسم الله. بصوا يا جماعة يعني يا دوبك معلقتين 2 3 كده على الطماطم بتاعتنا. هنقلبها بقى كويس. وكده حطينا عليها شوية من الملح، معلقة ملح، معلقة سكر، شوية زيت. هنخليها برضو تغلي معانا شوية كده حلوين. بسم الله ما شاء الله. وادي اخرت معانا بقت كده متسبكة جاهزة ما شاء الله تبارك الرحمن الصلصة بتاعتنا. يلا بقى نعبيها ونسمي الله ونقول بسم الله. جبنا طبعا الكوباية وحطينا في قلبيها الكيس، وهنعبي طبعا الكياس بتاعتنا. بسم الله. هنشوف دلوقتي هيطلعوا معانا كام كيس. ب20 جنيه وبس. هنملى الفريزر، هنعمل كام طبخة منهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. وادي الكيس معانا اهوت.
انا طبعا مش هامله الكيس خالص، مش على الاخر، يا دوبك كده على قد الطبخه معانا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ادي كده معانا اول كيس. بصوا احنا بنجيب كده الكوبايه ونحط الكوبايه في قلبيها كده كيس عشان طبعا ما نبهدلش الدنيا، وبنحط كده مع بعضينا هون الصلصه بتاعتنا في قلب الكوبايه. بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه عايزه اقول لكم ان الطماطم حمراء وجميله ما شاء الله تبارك الرحمن اهوت. اللي وصل لغايه دلوقتي الفيديو مع اختكم شوشو بقى ما ينسانيش في تعليقكم الجميل واللايك اللي بيحفزني. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، انتوا اخواتي وانتوا حبايبي. واحلى تخزين طماطم من عند اختكم شوشو، كله توفير في توفير في توفير. وادي كده خلاص اهوت، يعتبر تاني كيس. يلا بقى اكتبولي في الكومنتات قبل ما نعبي الكياس هنعبي كام كيس بال20 جنيه، تتوقعوا يعني كده هنعبي كام كيس بال20 جنيه الطماطم اللي احنا جبناها من السوق. ويا خيبتك ياللي تسوقتي بدري، ويا خيبتك ياللي جبت الطماطم من بدري. كل بيت وكل اخت وكل صديقه وكل حبيبه هاتي شويه طماطم يلا وخزنيها، مش عشان رمضان وبس، عشان بعد رمضان طبعا الطماطم طبعا احلى طماطم بتاكلوها في الشتاء، واحلى طماطم بنخزنها في الشتاء. زي ما بقول لكم انا ما بملاش الكيس خالص للاخر، انا يا دوبك على قد الطبخه كده، بحيث ان انت تعملي كده البصلايه او التوميه وتروحي حاطه عليها كيس الطماطم على طول. وادي معانا كده 3 اكياس، والحله لسه فيها بركه ما شاء الله تبارك الرحمن. ادي الحله لسه يا جماعه فيها بركه اهون. وتعالوا اوريكم النهارده عبيت كام كيس بال20 جنيه ما شاء الله تبارك الرحمن. عبينا يا جماعه 7 اكياس زي ما انتم شايفين اهوت، 7 اكياس بال20 جنيه. وكمان الحله لسه فيها بركه هي، بس ده طبعا مش هعبيه بقى، هنعمل بكره محشي باذن الله. وهحتاج بقى الطماطم دي بدل ما احطها كده في الفريزر لا خليها كده طازه. وادي الطماطم بتاعتنا بعد ما اتسبكت. ويا رب الفيديو النهارده يعجبكم وينول اعجابكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. وتسلموا لي احلى عيله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. يلا بقى اعملوا لي لايك الجميل وتعليقكم اللي بيحفزني، وتسلموا لي يا حبايب قلبي. السلام عليكم حبايبي.